بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل وصباح الجمال ويومكم جميل. النهاردة الحد هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى 7/6/2026 واليوم 26 عندي في نظام الطيبات. الحمد لله تغيير شامل كامل، يعني تغيير شامل كامل. النوم بعمق، طاقة حيوية، طاقة جنسية، ودي أهم حاجة اللي عجباني أوي أوي. ودي بالنسبة للرجالة، يعني اسمعوا جربوا يا جماعة. الناس اللي بتعرض دي معرفش بتعرض ليه. جربوا وبعدين نتكلم، والله المستعان. هتكلم عندما استمعت إلى جسدي تغير كل شيء. الشفاء يبدأ من الداخل قبل أي شيء آخر. جسدك يعرف أكثر مما تتخيل، عمره ما يكذب عليك. يعني جسدك عمره ما يكذب عليك. التجربة غيرت حياتي أكثر من أي نظرية. سر التغيير الحقيقي ليس خارجك، جواك يا باشا. كله في الداخل، المصنع جوه. أعظم طبيب في العالم بيكون جواك يا حبيب قلبي، والصيدلية جواك وانت قاعد تدور على بره. جسدك ده بيتحدث إليك، هل تستمع؟ انت بتسمعه؟ هو بيديك إشارات وانت للأسف ما بتسمعوش. التغيير بيبدأ بفكرة ومشاعر جديدة. ما اكتشفته في نفسي كان مفاجأة، والله العظيم. خطوة واحدة نحو التوازن غيرت حياتي. كم مرة أخبرك الآخرون بما يجب أن تفعله، بينما جسدك كان يخبرك بشيء مختلف. استوعبوا الكلام. أنا لا أقول تجاهل العلم، ولا أقول أرفض الطب، ولكني تعلمت أن أستمع إلى تجربتي الشخصية أيضا. عندما حسنت نومي، والله العظيم يا جماعة، نوم بدري وصحيان بدري، حياتي اتغيرت. واهتميت بأكلي وماشي بنظام الطيبات، حياتي اتغيرت. وتخفت التوتر والقلق، وتمارس الحب والامتنان والتسامح والعطاء واللطف، المشاعر القلبية والحركة اليومية. بدأت أشعر بتغيير حقيقي في حياتي. يا جماعة ركزوا الكلام اللي أنا بقوله. التجربة المباشرة تعلمت أشياء لا تستطيع قراءتها في كتاب ولا سماعها في محاضرة. استفد من العلم واستشر المختصين، أنا مش ضد كده، لكن لا تنسى أن تكون مراقبا واعيا لجسدك وعقلك ومشاعرك. هو ده المهم اللي أنا قصدي عليه. وفي النهاية أفضل معلم، يا ريت تكتبها عندك كده وتخليها كده يعني قدام عينيك دايما، هو الجمع بين المعرفة والتجربة والوعي. لازم يا جماعة يبقى في حضور، يبقى في انضباط، وفي تقدير ذاتي، وفي وعي ذاتي. هو ده أسلوب حياتي. يبقى الجمع بين المعرفة والتجربة والوعي. استمع إلى جسدك فهو يتحدث إليك كل يوم. فأنا عايز دكتور محترم يخش لي ويعمل معايا مناظرة على الكلام اللي أنا بقول أنا شاب 63 سنة بسم الله وما شاء الله، خالي من جميع الأمراض، ولا باخد دواء ولا بعمل أي شيء. وكان عندي مرض مناعي وشفيت بفضل الله بدون أدوية من شهر 9 اللي فات لحد دلوقتي. وجريت في ماراثون في قطر في الدوحة 42 كيلو بعد المرض المناعي، بعد ما الدكاترة في ألمانيا قالوا لي مش هتشفى وتفضل تاخد أدوية مدى حياتك. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال وإذا مرضت فهو يشفين، فربنا هو الشافي. كن فيكون، في كل شيء ممكن، مفيش مستحيل. بس مهم جدا الحالة النفسية، حالة النفس. والله العظيم يا جماعة، الشعور كده في قلبك، المشاعر القلبية اللي هي اللطف والامتنان والحب والتسامح والعطاء والامتنان، ده مهم جدا يا جماعة. دايما الإنسان يقول الحمد لله ولئن شكرتم لأزيدنكم، وتتبعوا نظام الطيبات. فأنا عايز الناس اللي اتبعت نظام الطيبات وجربت، يا جماعة خشوا اتكلموا، اطلعوا قولوا. لازم العالم كله. هنا في ألمانيا الناس عرفت. أنا على فكرة امبارح اللي عايشين في الميسون في ايدك هنا اللي عند ميديا ماركت، وانت طالع من الاوتوبان داخل على الميسون على الشمال، طبعا كل الناس عارفه هنا اللي في الميسون. قلت اقابل المدير، قلت له لو سمحت انا عملت لكم اعلان عليكم في التيك توك على العيش اللي التوست، عايزكم يعني ايه تجيبوا كميه كبيره شويه. قال له فعلا ده احنا بنجيبه بيخلص على طول. قلت له ايوه انا عملت لكم اعلان اهون، فبعد اذنك ادي القناه بتاعتي. وريت له القناه، قلت له ادي الفيديو. قال لي حاضر.
وافق اللي هو يجيب كميه اكتر. قلت له هات يعني الضعف مره او مرتين او ثلاثه وشوف. قال لي اصل احنا بنكتب تاريخ وخايف. قلت له لا ما تخافش، ده هيتشال على طول. قلت له ده انا جيت، قال لي احنا لسه حاطينه من شويه. قلت له انا جيت ما لقيتش حاجه. فقال لي ماشي. فيا جماعه نظمهم اللي عايشين في المصن العرب، انا بناشدكم جرب نظام الطيبات. خش على الفيديوهات، خش على اليوتيوب اسمع فيديوهات دكتور ضياء العوضي وجرب. يا جماعه انا حياتي اتغيرت. الحاله الجنسيه ده عندي بقت ايه ده؟ شاب عندك 20 سنه ما شاء الله، طاقه حيويه، ايه ده؟ نوم بدري، راحه نفسيه، كان في حبوب في جسمي كده راح، كل ده راح. سحر والله العظيم. كان في ساعات الام في كتافي كده بعد الروماتايد، يعني خفيفه كده، او في ركبتي 90% شبه 90% راح. ولسه انا 26 لسه يعني. انا بعد اول ما بدات 3 4 ايام حسيت الطاقه الجنسيه والنوم بعد 3 4 ايام، يعني مش بعد 3 سنين. والحمد لله. وجريت حتى الحد اللي فات زي النهارده كانت بطوله احسن من قبل كده في شهر 2. يعني في شهر 2 ما كنتش مازم نظام الطيبات. الحد اللي فات 31/5 كان عيد ميلاد ابني مصطفى. سبحان الله. جريت افضل، جريت من 800 متر كنت 3 دقايق ونص، 3 دقايق واقل من 3 دقايق، يعني 3 دقايق بالظبط يعني، عشان الصدق يعني. 800 متر يعني الكيلو اقل من 4 دقايق، عمرها ما حصلت. انا كنت بعمل كيلو 4 دقايق ونص، 5 5 ونص 6 في الجري في الماراثون معايا. وهشوف ان شاء الله في زي النهارده 14/6 ان شاء الله في برامشتيت اللي عايشين في المصال، او في برامشتيت في برامشتيت شتات لوف 10 كيلو. انا مشترك يوم الاحد الجاي ان شاء الله، وهصور لكم الحد الجاي يا جماعه اللي قاعدين في برامشتيت في ولايه شليزفيج هولشتاين هنا معايا، او اللي عايشين في المصال وعندك وقت يوم الاحد، تعالى الساعه 10 الصبح ان شاء الله في سباق جري ماشي. وانا مشترك فيه وهشوف. انا كنت بعملها ال 10 كيلو 45 50 55 بالكتير قوي ساعه. لا انا عايزها المره دي 40 دقيقه ان شاء الله، ان 40 45 بالدقيقه ان شاء الله 10 كيلو. واشوف هل نظام الطيبات بالنسبه للياقه والجري بقى افضل، وهقول لكم. وان شاء الله في شهر 9 اعمل تحاليل واقول لكم. ومش هسكت، انا مش هسكت. صحتي، احنا عاوزين ايه؟ احنا عاوزين فلوس ولا عاوزين صحه الناس؟ وفيتامينات ما عادش باخد الا فيتامين د. لغيت كل الفيتامينات اللي انا باخدها، باخد فيتامين د دلوقتي بس. وبرضه بقول لكم انا بجرب واشوف. انا حاسس بتغيير. فانا بناشد في العالم العربي، جرب. انا مش بقول لك اشتري حاجه ولا اشتري دواء ولا بقول لك هديك فلوس، انت مش هيخس عليك حاجه. امتنع عن البيض والدجاج، امتنعوا يا جماعه. شوف. والسكر، خدوا سكر. انا بقيت اخد سكر، انا ما كنتش باخد سكر، جرب. وجسمك جاي يقول لك مش انا. يا ريت تستوعبوا الكلام وانشروا يا جماعه الفيديو بتاع حتوم الرايق وخش. واهو المره مليون انا عاوز دكتور يخش لي يا دكتور. بعد شويه هعمل لايف 2 3 معاكم معايا كل سبت وحد، بعمل لايف من 8 او 9. خش يا باشا ماشي، واسال ونعمل مناظره معاه على الكلام. انت هتتكلم حضرتك بعلمك وبدراستك، وانا هتكلم بتجربتي الشخصيه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.